في الفيديو بتاع النهارده هتكلم عن شويه اختصارات مهمه جدا ان انت تعرفهم في الاف ال ستوديو، وحرفيا هيحولوك لمحترف على البرنامج. وكمل معايا الفيديو لو انت مهتم بالموضوع، وما تنساش ان انت تعمل لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو مع حد من صحابك يكون مهتم بنفس الموضوع. يلا بينا. اول اختصار معايا ازاي ان انا اقدر انقل اي ويفا في الارينجمنت بكل سهوله زي كده بالظبط، بدل ما احتاج ان انا ادوس عليها كده وابتدي ان انا انزل على الماسوره وازوم واشوف ان انا محتاج انزلها فين. فالموضوع ده ممل جدا. بكل سهوله اقدر ان انا اعمل كده. عشان اقدر ان انا اعمل الحركه دي، اول حاجه هعملها ان انا هدوس شيفت، بعد كده ابتدي ان انا ادوس سهم لتحت عشان تنزل لتحت، او سهم لفوق عشان تطلع لفوق بكل سهوله يعني. مش محتاجة حاجة يعني. وبرده نفس الحركه موجوده في البيان رول، يعني لو انا عايز انزلها نوته واحده هدوس شيفت وسهم لتحت، او شيفت لسهم لفوق، كده بطلعته وبنزله. طب لو انا عايز انزلها اوكتاف كامل هدوس كنترول وسهم لتحت، كده هي نزلت اوكتاف كامل بدل اوكتاف 4 بقت اوكتاف 3. وعايز اطلعها تاني هدوس كنترول برضو وسهم لفوق، او ادوس كنترول سهم لفوق تاني عشان اطلعها اوكتاف تاني اعلى. طب لو انا عايز اغير مكان الانسيرت دي، يعني انا اول مره كنت بطلع وانزل السامبل نفسها، لكن عايز اغير مكان الانسيرت كلها، يعني مثلا خلينا نروح لانسيرت 17 دي، هقف عليها كده اعمل لها سيلكت وادوس شيفت وبالبكره بتاعت الماوس انزل او اطلع، كده بدات تتغير مكانها معايا. وبرده نفس الحركه موجوده في الميكسر، هدوس شيفت وبالبكره بتاعت الماوس هحرك فوق او لتحت على حسب ان انا عايز اوديها فين، وكده خلاص بتتحرك معايا بكل سهوله. والتراك التانية في حالة لو انا كنت شغال ومحتاج ان انا ازوم على بعض الاصوات، فبقت كل التراكات مش متناسقه مع بعض، في حاجات كبيره وفي حاجات صغيره، فبكل سهوله ممكن ادوس على السهم ده في الارينجمنت، بعد كده اختار فيو، بعد كده اختار ريسايز اول تراكس، ممكن اختار 50 بحيث ان هو يبتدي ان هو يظبطهم لي كلهم بنفس السايز. وبكده اكون وصلت لنهايه الفيديو. ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب ولايك وتشير الفيديو مع حد من صحابك يكون مهتم بنفس الموضوع، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.